اتصل المهيب الركن صدام حسين بأمير الكويت وقال له حرفيا: جابر، غدا الأولاد يفطرون عندك. بعد هذا التجاوز اتصل المهيب الركن صدام حسين بأمير الكويت وقال له حرفيا: جابر. قال له: نعم أبو عدي. قال له صدام: غدا الأولاد يفطرون عندك. وما هي إلا ساعات حتى دخلت جحافل القوات العراقية على محافظة الكويت وتكسير رؤوس حكام الكويت الخونة. وقالت المخابرات العراقية في وقتها إن الأمير جابر قام بالهروب إلى السعودية عن طريق الاختباء في صندوق سيارة الكابريس. ومن يومها أصبح للكويت تاريخ يتحدثون فيه بعدما قام الجيش العراقي باحتلالهم، حيث أن الكويت كانت غير معروفة بالنسبة للعالم. نسبوا السندباد البغدادي إليهم ثم قالوا: نحن من أنجحنا الفنان العراقي كاظم الساهر في مسيرته الفنية، مع العلم أن تعدادهم السكاني لا يتجاوز 4 ملايين نسمة، و70% منهم من الوافدين. ومن أقوال المهيب الركن صدام حسين حينما قال عن الكويتيين: اعذروهم إن تحدثوا عن تاريخ الغزو العراقي فليس لهم تاريخ يذكرونه غيره. الكويت المحافظة الصغرى رقم 18. كانت الكويت مجرد قرية وكانت مستقلة عن الحكم العثماني، واستمر هذا الوضع قائما حتى عام 1870 حينما منح والي بغداد مدحت باشا حاكم الكويت لقب قائم مقام، وأدمجت إمارة الكويت إداريا بالدولة العثمانية لتصبح قضاء تابعا لدولة بغداد، وذلك ضمن سلسلة واسعة من الإصلاحات الإدارية. لنتفق على أنه كل عمل عدواني هو ليس من شيمه، ولكن الرد على العدوان جزء من السجيان. أيضا نحن لو نسأل الرأي العام العالمي، هل أن اقتطاع الكويت من العراق سنة 1913 المؤكد سيكون الجواب لا، لم يجري طبقا للقانون، إنما حصل طبقا للقوة.